ورحمة الله. معاكم أماني من قناة اور كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل تطبيق حلو قوي بغرزة اسمها غرزة النجمة. غرزة النجمة من الغرز الجميلة والرقيقة جدا في الشغل، وتنفع تتعمل في حاجات كتيرة. يعني أنا النهاردة عاملاها على كوفية، ممكن تتعمل مثلا كفر للسرير، ممكن تتعمل بطانية بيبي، ممكن كمان تتعمل في شنط وبورتوفيهات وجراب للموبايل او لللابتوب او اي حاجة. يعني هو تطبيق جميل جدا. وممكن كمان تتعمل ايس كاب. يعني في حاجات كتير قوي ممكن نعملها بالغرزة ديت، وان شاء الله هنفذ حاجات منها معاكم بإذن الله. بس النهاردة ان شاء الله هنشوف الغرزة ديت لو حبينا نعمل قطعة منها، يعني قطعة مستطيلة زي مثلا كوفية او بطانية او مفرش للسرير او كده غطا للسرير. الاول علشان نفهم الغرزة، الغرزة ديت المفروض ان هي بتتكون من خلال سطرين. ادي شكل النجمة اهو، ماشي، ده شكل النجمة، تمام. بيتكون على سطرين فوق بعض علشان اكون الشكل ده، تمام. لما بنيجي نعملها اول حاجة بنعمل عدد من السلاسل. اهم حاجة العدد ده لازم يكون فردي. ليه فردي؟ الغرزة النجمة لما بنبنيها على غرزتين تحتها. طب كده يبقى انا عايزة زوجي؟ لا، لان اول غرزة في الدور بتتبني على ثلاث غرز تحتها. يبقى انا كده عايزة عدد فردي. اشوف مثلا اي عدد اعمله من مضاعفات الرقم 2، يقبل الاسم على 2. وفي الاخر خالص بعد ما اخلص واخد المقاس اروح مزودة غرزة سلسلة واحدة، وبالشكل ده يبقى تكون عندي عدد السلاسل. انا بقيس بالمزورة لغايه لما اوصل لمضاعفات الرقم 2، لغايه لما اوصل للرقم اللي انا عايزاه. وخلوا بالكم الغرزه دي بتتعمل بالطول، يعني انا لازم اخد الطول كله اعمله غرز سلاسل، وبعد كده بكرر الشكل ده مرتين 3 4 لغايه لما انا عايزه، حسب التطبيق اللي انا بعمله، تمام. الجزء ده بيبقى حوالي 4 سطور بيتكرروا، بنقعد نكررهم كل شويه. الغرزة سهلة وبسيطة وإن شاء الله نبدأ بسرعة فيها. الأدوات اللي أنا استخدمتها، أنا استعملت خيط برنسس برستيج، والغرزة دي يفضل يعني إنه يستخدم معاها خيط سميك أو متوسط السمك علشان يعني جمالها يبان. في الغرز الرفيعة مش هتبان قوي. أنا عملت زي ما اتفقنا مضاعفات العدد 2، يعني جزء شوية سلاسل كده هوت كنموذج. عملت بالظبط 20 مضاعفات العدد 2 وزودت واحدة بقوا 21. باجي بروح عاملة ايه بقى؟ بروح برتفع سلسلتين والف الخيط على الإبرة وألف الشغل كده هوت علشان أنا هشتغل في ظهر السلاسل، تمام. هشتغل في الظهر اللي هي الحتة اللي هي قبل ورا دي شوية، الفتلة دي. ادي السلسلة هي من قدام، وده هنا هو من ورا هشتغل. وطبعا احنا قلنا علشان الكوفية من اولها يبقى زي اخرها، يعني النهاية بتاعتها تبقى زي البداية زي النهاية، بحيث ان احنا ما يبقاش الكوفية من اولها تبقى مشدودة لما نشتغل في السلاسل من قدام، تمام. ونبتدي بقى نعمل غرزة النص عمود. هندخل كده لو بتلاقوا صعوبة شوية في ان انتوا تدخلوا في ظهر السلسلة، ممكن بمنتهى البساطة نعمل السلاسل اللي في البداية نعملها بمقاس إبرة أكبر شوية، ممكن نص ملي، وبعد كده هوت نبتدي نشتغل الكوفية الإبرة اللي احنا هنشتغل بيها الكوفية، تمام. هنشتغل للآخر وبعد كده هوت هرجع لكم. انا خلصت اهوت الدور كله. الدور دوت هيعتبر اساس، لكن ملوش دعوة بالتكرار اللي احنا هنعمله. التكرار اللي احنا هنعمله هيبدأ من الدور اللي احنا هنبدأه دلوقتي، وهنكرره كل شوية. يعني 4 ادوار هنقعد كل شوية نكررهم، تمام. هنرتفع ايه؟ هنرتفع سلسلتين
وبعدين نلف الشغل اهو سلسلتين. تمام. وبعدين اول غرزة بس هندخل تحت الحلقتين. تمام. ونعمل غرزة نص عمود، وبعدين نبتدي ندخل في الحلقة الخلفية للغرزة. تمام. اهي ادي الحلقة الخلفية للغرزة، ادي الحلقة الخلفية للغرزة. تمام اهو. وهنبدأ نعمل كده هوت دورين، يعني الدور ده والدور اللي جاي. ماشي. هندخل في الحلقة الخلفية آخر غرزة وأول غرزة في الدور بندخل تحت الحلقتين، لكن أول غرزة وآخر غرزة، لكن الدور كله بندخل في الحلقة الخلفية للغرزة. تمام. ندخل في الحلقة الخلفية هنا. هنكمل وهرجع لكم. يا انا خلصت الدورين اهو اللي احنا قلنا عليهم من اول الدور التاني، ده اللي هيبقى التكرار بتاعنا. تمام. نبتدي بقى نعمل الغرزة الرئيسية بتاعتنا اللي هي غرزة النجمة. نرتفع 1 2 3، ارتفعنا 3 سلاسل. تمام. والسلسلة رقم 3 هنعلمها علشان خاطر هي دي اللي هنقفل عليها الدور اللي بعد كده، يعني هي دي اللي هنقفل فيها. طيب نعمل ايه بقى بعد كده هوت؟ شايفين ادي السلسلة رقم 3، نيجي بقى عند السلسلة رقم 2 وندخل كده ونسحب الخيط، والسلسلة رقم 1 من تحت ندخل كده ونسحب الخيط. ها. وبعدين اول سلسلة في اول غرزة في الدور هندخل اهو ونسحب الخيط، والتانية برضو والتالتة. طيب بقى عندنا كام؟ 1 2 3 4 5 6، بقى عندنا 6 لفات على الإبرة. أخدتوا بالكم إن إحنا غرزة النجمة الأولانية بنيناها على 3 غرز تحتها، وبعد كده كل غرزة نجمة هنبنيها على غرزتين، عشان كده إحنا بنعمل عدد سلاسل في البداية خالص، عدد فردي. هنلف لفة كده على الإبرة ونسحب من كل اللفات اللي على الإبرة، ونقفل بغرزة سلسلة. ادي أول نجمة اهي اتكونت معانا، شايفين شكلها؟ طيب نيجي بقى الغرزة اللي بعد كده هنعملها ازاي، واللي هنعمل بقية الغرز زيها، هي بس الغرزة الأولى اللي في الدور هي بس اللي تبقى مختلفة شوية. هنعمل ايه؟ هندخل في قلب الغرزة او في المركز بتاع غرزة النجمة الاولانية اهي، وبعدين ندخل في اخر لفة من اللفات دي. فاكرين اللفات دي 6 لفات؟ اخر لفة خالص هندخل اهو فيها. ها. وبعدين اخر غرزة عملنا فيها اخر لفة في النجمة السابقة، نروح داخلين فيها كده هوت وناخد لفة، وبعدين الغرزتين اللي بعد كده نسحب لفة من هنا ونسحب الخيط من هنا. بقى عندنا 1 2 3 4 5 6 لفات. هنعمل زي ما عملنا برضو، نلف الخيط ونسحب من ال6 لفات كلهم ونقفل بسلسلة اهي. ادي التانية هعملها معاكم مرة كمان. هنيجي في مركز النجمة اللي قبل اللي احنا بنعملها، يعني اللي احنا بنعمل دي اللي قبلها بقى، نروح داخلين في المركز بتاعها، نلف كده ونسحب الخيط، نلف برضو لفة تانية من اخر لفة في ال6 لفات بتوع الإبرة بتوع الغرزة اللي قبلها، وبعدين ندخل في الغرزة دي اللي هي آخر غرزة دخلنا فيها في النجمة اللي قبلها، وبعدين ندخل في غرزتين ورا بعض، ندخل ورا بعض كده هوت
ونسحب الخيط 1 2 3 4 5 6، نلف كده ونقفل بغرزة سلسلة. معاكم اخر غرزة نجمة اهو زي ما قلنا، وبندخل في اخر لفة واخر غرزة، وبعد كده اخر غرزتين اهمت هندخل فيهم اهي، وبالشكل ده بقى عندنا 6 حلقات اهو، 6 حلقات على الابرة. هنلف ونطلع منهم ال6 ونعمل غرزة سلسلة، واخر غرزة احنا دخلنا فيها هنعمل غرزة نص عمود بس علشان خاطر يعني نحافظ على الاستقامة بتاعة الحواف بتاعة القطعة اللي احنا بنعملها. هنرتفع سلسلتين تمام، وبعد كده هنشتغل فين بقى؟ هنشتغل في مركز النجمة. يا شايفين مركز النجمة هو ده اللي هو دوت، اللي هو المنتصف ده اللي احنا كنا بندخل فيه تمام. في الظهر هيبقى باين، ما تقلقوش برضو، هي اهو باين اهو ماشي. هندخل ونعمل في كل مركز نجمة غرزتين نص عمود، يعني كل واحدة من دول اهو هندخل فيها كده ونعمل 2 نص عمود. اهو نشوف الشكل كده اهو، بصوا شكل النجمة اكتمل اهو، شكلها اكتمل. كل واحدة من دول هندخل فيها ونعمل غرزتين نص عمود، وهوريكم في الاخر هنقفل ازاي الدور. خلصت الدور في كل مركز نجمة عملت 2 نص عمود، وفي الاخر خالص باجي عند العلامة اللي احنا كنا معلمينها اللي هي الغرزة السلسلة الثالثة. لما كنا بنرتفع هندخل فيها ونعمل غرزة نص عمود، انا قلت لكم هنبقى معلمينها علشان هي دي اللي هندخل فيها ونقفل فيها الدور تمام. طيب كده ده ظهر الغرزة، ده الوش بتاعها تمام. الكلام ده كله هنكرره. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي نعمل 2 زي، سيبوكوا بقى من الدور الاولاني ده، لا هنبتدي من اول نمرة 2. هنبتدي نعمل 2 دور عمود نص عمود في الحلقة الخلفية للغرزة، في الحلقة الخلفية للغرزة، وبعدين دورين تانيين نعمل فيها غرزة النجمة زي ما عملنا، وابتدي نكرر دوت العدد اللي احنا عايزينه. ال4 ادوار دول هنكررهم زي ما احنا عايزين نعمل كوفية، ممكن احنا شايفين ان العرض بتاعها 3 4 مرات نكرر براحتنا. عايزين نعمل حاجة اكبر مثلا بطانية بيبي او كفر للسرير هنكررها اكتر لغاية لما نوصل للعرض اللي احنا عايزينه. وبعد كده بعد ما نخلص اخر دور غرزة النجمة هنعمل بعدها دورين تانيين زي الدورين دول، دورين نص عمود في الحلقة الخلفية علشان بداية الشغل يبقى زي نهايته، ونبقى كده خلصنا القطعة تمام. زي ما قلت لكم الغرزة سهلة وجميلة وليها تطبيقات كتيرة جدا ان شاء الله هنقدمها في القناة بإذن الله، وشكرا.